مشاهدينا اهلا بحضراتكم الجزء الثاني من مسلسل بنات شقية. المسلسل بطولة نهال عنبر، ياسمين جمال، رحاب الجمل، نسمة، هبة مجدي، دينا ابو السعود، عدد كبير جدا من النجوم. اخراج احمد شاهين. طبعا بعد نستكمل الجزء الثاني من مسلسل بنات شقية على شاشة المصرية. ضيفتنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو الفنانة المتألقة عبير مكاوي. أهلا بيكي معانا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو. مبروك مسلسل شقاوة بنات ومبروك ثورة 25 يناير. الله يبارك فيك، مبروك علينا المسلسل ومبروك علينا ثورة 25 يناير. يعني يمكن مسلسل شقاوة بنات من اوائل المسلسلات او السيت كوم اللي هي بيتم تصويرها بعد ثورة 25 يناير. يمكن كان في يعني ازمة شوية بالنسبة للانتاج الدرامي والسينمائي كمان، يعني كتوقف وكحظر تجول وكمواضيع كثيرة مختلفة. كلميني عن شقاوة بنات مع عبير مكاوي وثورة 25 يناير والمزيج ما بينهم الاثنين من خلال عمل شقاوة بنات. بص، هو يمكن عمل شقاوة بنات احنا حظنا ان احنا بدأنا تصوير قبل الثورة وبدأنا نستأنف بعد الثورة، يعني في قبل وفي بعد. طبعا ثورة 25 يناير من الأحداث اللي التاريخ سجلها وعمرها ما هتتنسي، لأنها ثورة شعب. ثورة شعب بيطالب بحقوق بسيطة جدا، انه يعيش، لان احنا كشعب شعب بسيط، شعب طيب، شعب عاوز يعيش، ينام وياكل لقمة كويسة ويحس بالامن والامان في بلده. لما الظلم استفحل شوية كتير قوي، احنا حسينا ان مفيش امان. بما ان انا من الشباب فبتكلم ده، لان هي كانت ثوره شبابيه. يمكن الناس الكتير قوي لما كنت في الميدان برضه نزلت يومين في الميدان، بس طبعا من الزحام والكلام ده تعبت شويه من البرد، لكن ما كان لازم ان انا اشجع الشباب وان انا ابقى موجوده معاهم، لانه مطالبهم كانت مطالب كويسه جدا. هما بيطالبوا لينا بالامن، بيطالبوا لينا بحاجات كتيره جدا، ان الشاب يقدر يتجوز، يقدر يعيش، يقدر يلاقي مرتب يعيش بيه، عشان يعرف يتجوز، عشان يعرف يكمل حياته. يمكن المشاكل المعيشيه برضو مهمه جدا، وفي نفس الوقت محتاجين ان احنا يعني نعلى شويه ونقدر نعيش. بالظبط. يعني انا عايزه اقول انه كان في بعض الشباب المرتبات ما بتحصلش ايجار بيت ولا اكل ولا حاجات كتير قوي، في حين في نفس التوقيت احنا بلدنا فيها خير كتير جدا. طب الخير بتاعها ده كان رايح فين، او رايح لمين، او لحساب مين؟ اما اسمع ان احتياطي بلد، مش هقول ارقام، مبلغ بيضاهيه 3 اضعافه مع قله قليله جدا من اللي موجوده في البلد. فانا بما اني واحده من الشعب كان لازم اعرف ده بيروح فين. ليه ما يبقاش مع المصريين؟ ليه ما يبقاش بدل فرض حاجات كتيره جدا علينا تخلي البني ادم مش عارف يعيش؟ ليه يعيش ما يعيش برخاء في اماكن كتيره جدا، شقق واراضي الناس تبني وتعمر. فانا مبسوطه بالثوره جدا، واتمنى ان المطالب اللي اتقالت في الثوره ربنا يكرم طبعا الناس اللي موجودين ويقدروا يحققوها. في عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تلاقينا ثانية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان، انت اللي يقدر يوصل بيك البر امان، ويعدي بيكي على بكره خير الشجعان. يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان، انت اللي يقدر يوصل بيك البر امان،
بالنسبه لبنات اخر حاجه او شقاوة بنات هو ميني دراما بيتكلم عن مأساة البنات او الجنس الناعم بشكل عام، اللي عندها عقدة من باباها، اللي عندها كانت متجوزة واتطلقت، حاجات كتيرة قوي. فده المفروض المنتجع ده بتملكه أستاذة اسمها دولت اللي هي مدام نهال عنبر، وانا بعمل دولي بنتها، بعمل شخصية دكتورة بس معقدة شوية من الرجالة برغم انها متجوزة بس متعقدة من باباها، وده اللي خلاها سبب رئيسي متعقدة انها تيجي المكان ده. انه كان بيعذبها كتير جدا، ما كانش اب حنين عليها. ففي البلوف اللي موجود عندنا في المسلسل انه في حادثة قتل او جريمة قتل البنت من البنات، فبيبداوا يشكوا فيا انا، وبعدين مش عايزه احرق الاحداث. مش انا اللي قتلتها والله، بس ده هتعرفوه لما طبعا تتابعونا ان شاء الله في المسلسل. عبير، كان في حاجة يعني نفسك تقوليها ما كنتيش عارفة تقوليها خالص قبل ثورة 25 يناير، وجي وقتها انك تقدري تتكلمي وتقولي حاجة كانت مضايقاكي نفسك انها تتحقق، حلم بتتمنيه حابة انك تقوليه النهارده من خلال شاشة المصرية والتلفزيون المصري اللي هو تلفزيون كل الشعب المصري وكل الناس في جميع الشعب؟ بص، هو انا كفنانة صغيرة بس انا طول عمري متعودة ان انا بقول اللي انا عايزاه، سواء في جهه رديت او قبلت او ما قبلتش. بس اللي انا عايزه اقوله اوجهه للتلفزيون المصري ان انا مبسوطه جدا جدا ان الاعلام بتاعنا بقى اعلام واعي وناضج جدا جدا جدا، لان ده كان من الحاجات المؤثره بالسلب اثناء احداث الثوره، انه ما كانش اللي كان بيوصل للناس انه ما بيتنقلش الحقائق بشكل موضوعي او بشكل ناضج وواعي، لا كانت بتتنقل حاجات كلها مزيفه وملهاش اي علاقة بالصحة. فده طبعا كان بيأثر على الشعب. فالرسالة اللي انا عايزة اوجهها ان احنا كاعلام مصري، انا مبسوطة جدا 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 انه اي حد دلوقتي بيقدر يقول رأيه وهو مش خايف لا يطلع يروح في حتة تانية زي ما احنا عارفين. فانا بقول لكم اعلام مشرف، اعلام بعد 25 يناير، يعني اعلام ناضج، اعلام واعي، اعلام قوي، اعلام بجد. اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. ده المعروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية في بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية واحنا كلنا بنحبه. ضيفتنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو الفنانة المتألقة أمينة. أهلا بيكي معانا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو. مبروك مسلسل شقاوة بنات، ومبروك ثورة 25 يناير. ازيك يا محمد الأول، أنا مبروك للمسلسل، يعني أنت بتقول لي مبروك للمسلسل، ومبروك طبعا لإخواتنا وحبايبنا ثورة 25 يناير، ويعني مش يعني ان شاء الله بالتوفيق. يمكن يعني ثورة 25 يناير اللي هنتكلم عن يعني بعض المسلسلات توقفت بسبب ال يعني احداث الثوره كده. يمكن مسلسل شقاوة بنات رجع يعني يمكن اول عمل بيتم تصويره بعد الثوره. عايزك تكلميني عن شقاوة بنات، يمكن موضوع جديد ومختلف، كله بنات، مفيش خالص رجاله، طردتوا الرجاله من المسلسل. لا فده الموضوع بقى كان مضايقك؟ لا شائك شويه، شائك. الرجاله مالهاش دعوه بالحوار ده دلوقتي. الموضوع ان شاء الله باذن الله هو يعني انا حاسه ان هو في نقله، لان دايما بيبقى في عنصر رجالي في الموضوع، فاول مره يبقى في ما فيش ولا عنصر رجالي، وكل العناصر الموجوده عناصر نسائيه. وهيفرق بس ان الفكره مختلفه، يعني اللي هو بنات، كل حاجه بنات، حتى يعني اي حد بيشتغل اي حاجه من الرجاله احنا جايبينها بنات، واحنا كل واحده بقى ليها صفاتها وليها موضوعها وليها فكرها وكده يعني. طب دايما كان يقول لك الرجاله لما تتعامل مع بعض بيبقى فيه غيره، طب البنات وهي بتتعامل مع بعض بيبقوا عاملين ازاي؟ شايفكم بنات كتير قوي كلكم ما شاء الله يعني.
لا احنا حابين بعض لان احنا اساسا يعني اصحاب من بدري، يعني في انا ورحاب الجمل وهبه كامل ومجموعه كبيره جدا اساسا من اكاديميه الفنون، معهد العالي للفنون المسرحيه. دي صحوبيه لوحديها، يعني بنتكلم مثلا في 12 13 سنه فاتوا من 98 يعني. فالجديد علينا طبعا ونسمه محمود برضو صديقتنا وحبيبتنا، الجديد علينا بعض الوجوه الشابه اللي احنا شايفينها قدامنا. يمكن في وجوه موجوده على الساحه بس ما كانش في تعامل بيننا وبينهم، وتم التعامل معاهم زي ميار الببلاوي، زي ميسره، بس طبعا طلعت قمر جدا يعني. وتلات ارباع الناس اللي موجوده احنا كلنا بنحب بعض الحمد لله، لان كل واحده كاركترها متميز عن الثانيه، فكل واحده ولا بص للثانيه ولا بنفكر نقول ايه، تقريبا بنرتجل كمان في الموضوع وبنفرش لبعض. ولو في افيه واحده شايفاه بتروح قايله لي امينه ممكن تقولي كذا، او انا لو لقيت الحاجه كويسه طب بصي هقول لك تقولي كذا عشان لما الافيه ينزل يجيب سكسي على طول، عارف انت شغل المسرح ده. فالحمد لله ما فيش نفسيات يعني بيننا وبين بعض. يمكن يعني قال لك ان الفتره بعد الثوره موسم للمطربين ان هم يغنوا وتنزل كليبات فقط، لكن شغل مفيش. لكن كلميني عن هل الدراما الفتره الجايه والسينما هيبقى فيها مشكله وازمه من وجهه نظرك، ولا هيبقى في مكتسبات هتحصل لها الفتره؟ هو نتكلم عن الفتره اللي حاصله دلوقتي، يعني الفترة اللي جاية دي طبعا ربنا أعلم بيها، ما اعرفش الدنيا هتبقى ماشية ازاي. هو طبعا في حاجات كتير جدا 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 باظت يعني. أنا عاملة يعني 3-4 حاجات صفوا على إن أنا أبقى مثلا بشتغل في شقاوة بنات بس، فالدنيا باظت، اوردرات بايظه بسبب طبعا حظر التجول. في ناس كتير، عرسان كتير وعرايس كتير الدنيا باظت معاهم جدا، لدرجه ان خدوا وقت على بال مثلا يقولوا طب احنا يعني فرحنا النهارده بس نعمله الساعه 7، فرحنا النهارده نعمله الساعه 8. طبعا احنا ما كناش واخدين على الجو دوت. الازمه مش في كده بس، يعني انا ممكن اقدر اتصرف، غيري يقدر يتصرف، انما الناس اللي بتاكل عيش، في بيوت كتير قوي 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 قوي. طبعا انا الكلمه اللي انا هقولها دي مش كلمه عيب، ارزقيه، يعني رزقهم يا جماعه باليوم. فدي لما نقعد نبطل هنا ونقفل ونبطل هنا ونقفل ونبطل وهنا ونقفل، الدنيا كلها هتزيد بطاله وهتزيد مفيش فلوس وهتزيد وهتزيد وهتزيد. طبعا انا مش ضد اللي بيحصل دلوقتي، بالعكس انا عايزه اشوف مصر في احسن حاجه واحسن حال، لان مصر تستاهل تبقى اجمد واحلى واعلى دوله، لانها بالفعل ده. والناس كلها بصلنا من المنطلق ده ومن النظره دي ان احنا الشرق الاوسط. فين الناس اللي بتخرب بقى؟ الناس اللي بتستنانا على الدائري، الناس اللي بتضربنا بالبيض. عايزين الشرطه ترجع تاني. طبعا ده لازم. فوضى، العمليه بقى فيها فوضى، امني بشكل مش طبيعي. وبعدين اللي بيروح مستمر وبيزداد كمان طبعا ومالوش دايه، خلاص الموضوع منتهي. فطب ايه، انا واحده من الناس مش عاوزه اقول ده ومش عاوزه اضايق حد، والله العظيم انا بيصعب عليا ان انا بلاقي ناس بجد 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 مش لاقيه تاكل بجد. ماشي، خلينا بقى نمشي على كده بدل ما كلنا ما نلاقيش ناكل. ارجوكم يا جماعه نبص لمصر، امي وامك حبيبتنا الجميله اللي الناس كلها بتحسدنا ان احنا مصريين. والله العظيم مصر هقول ايه، انا ممكن لو هعيط يا محمد لان احنا الناس بتتفرج علينا عشان احنا وبتحسدنا ان احنا مصريين، والله بنتحسد والمصحف. فبصوا لمصر يا جماعه، لان بجد مصر دي حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره 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 كبيره.
وعمرها ما هتصغر، والله العظيم والله العظيم، لا مبالغه ولا اي حاجه. انا بجد لو اتسبت هزعل 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 وهزعل الناس كلها مني. عاوزين نعيش عشان نقدر نكمل، عايزين نتكاتف عشان نقدر نكمل. دي مصر، دي مصر. مش فاهمه ازاي محدش عارف معناها، مش عارفه. غالية بلدنا علينا وهتفضل في علينا، ومادام بنحب بلدنا تبقى هتتغير بايدينا. احنا اللي نعليها بايدينا نخليها اجمل لينا ولولادنا مهما العمر يعدي عليه. دور جواك تلقاها، هي الصحبة وهي الاهل. عشرة بلدك تبقى نسيانها عالبال مش سهل. يمكن ناسي انك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها ألف الدنيا مفيش بعديه. مشربتش من الهوا طب جرب تتغني. ضيفتنا على الشاشه المصريه وبرنامج بلاتو الفنانه دينا ابو السعود. اهلا بيكي معانا على الشاشه المصريه وبرنامج بلاتو. مبروك شهوة بنات. اهلا بيك يا محمد، واهلا بكل الناس بتتفرجوا علينا، وميرسي. يعني يمكن شهوة بنات موضوع مختلف، كله بنات يعني يمكن جديد، فكلميني عن شهوة بنات معاكي بعد نجاح ثورة 25 يناير. المسلسل ده انا مبسوطه بيه جدا، انا مبسوطه قوي انا بشتغل فيه. هو كله بنات، ما فيهوش راجل واحد. هو من اخراج استاذ احمد شاهين، اللي انا مبسوطه قوي ان اول تعامل اتعامل فيه مع استاذ احمد شاهين. دوري بقى باختصار، انا بعمل بنت اسمها هدى، بنت رومانسيه جدا. احنا مثلا 7 بنات، كل واحده فينا ليها قصتها. يعني انا بعمل دور هدى، بنت رومانسيه جدا وحالمه ورقيقه قوي، وبتحب واحد جدا وبتنسى بقى عقلها خالص، وبتنجرف ورا قلبها وبتحبه. وبعدين هيحصل كده مشاكل في المسلسل، هتخش في علاقة وهو هيخلى بيها، وبسبب القصة دي هيحصل يعني أحداث كتير قوي مش عايزة أحرقها. بس فإن شاء الله يا رب يعجب الناس كلها بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. شايفه شكل الدراما الفتره الجايه هتبقى عامل ازاي بعد نجاح ثوره 25 يناير؟ هل هتتاثر ولا مش هتتاثر من وجهه نظرك؟ من وجهة بص، انا المفروض ان انا داخله مع حد ان شاء الله نجم. يعني كنت قبل اللي حصل كنت داخله مع حد انا كان نفسي اشتغل معاه، بس هو دلوقتي توقف شويه. نور الشريف الناس كلها عارفه. اصل لسه صاحبي بيقول لي استاذ نور الشريف. بس فربنا يسهل يا رب. هم واقفين دلوقتي لغايه بيعيدوا حساباتهم وكده، واتمنى ان انا اشتغل معاه، واتمنى المسلسل يتعمل وينجح باذن الله يا رب ان شاء الله. ونورتينا وشكرا ليك. ميرسي، شكرا، ميرسي. مجنون. انا طلعت من الفضائيه المصريه. ما تصدقوش الكلام ده. نورتنا على الفرقه. عفوا يا حبيبي. يا رب العمل يعجبكم، يا رب نفضل كده. يعني مفروض ان انا رديت عليه في التصوير. ممثلين من العيار التقيل. على فكره اللي في قلبك احنا محتاجين نطبق واحد قانون. ضيفتنا على شاشه المصريه وبرنامج بلاتو الفنانه المتالقه رحاب الجمل. اهلا بيكي معانا على شاشه المصريه ومنورانا، ومبروك شهوة بنات. الله يبارك فيكم. بس مش وقت نقول مبروك، ربنا يسهل بس ويجي رمضان على خير، ظروف البلد تستقر، وساعتها يعني نقول مبروك الحقيقيه ونبارك لبعض بجد. لسه شويه. يعني يمكن كان في بعض المشاكل بالنسبه للانتاج الدرامي والسينمائي بعد الثوره، وكان في ناس بتقول برضو لا قبل الثوره كان في برضو، فما كناش لسه عارفين. يمكن السنه اللي فاتت شفنا كم كبير من انتاج المسلسلات، السنه دي الموضوع اختلف شويه بعد الثوره. ما كانش في قبل في مشاكل، بالعكس كان في صحوه، كان في جو لطيف، وكنا كان في استعداد وتحضيرات كتيره لاعمال مختلفه، ويعني توقفت مع الظروف الحاليه اللي محيطه بينا في يعني في البلد كلها، يعني مش في الفن بس، في كل امورنا على المستوى الاقتصادي. يعني حصل عطله بس، فتوقفت الامور، ومستنيين نشوف الاحداث هيحصل فيه ايه جديد ان شاء الله. شايفه شكل الدراما الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي؟ هل اتاثرت ولا لا؟ والشكل السينمائي برضه ما اعرفش. يعني بقينا يعني متوجهين قوي لحته ان احنا كل الاعمال يبقى فيها الثوره. احنا لسه الموضوع ما قالش كلمته. يعني احنا عملنا حاله
فيها شكل حضاري، حتى لو فيها بعض السلبيات. لو كنت انا من ضمن اللي كانوا في تحرير او عدم، انا ما كنتش منهم، لكن انا شفت ليهم وجهات نظر، اختلفت معاهم في بعض الاشياء واتفقت في بعض الاشياء، لكن للان لسه يعني الموضوع كله ما قالش كلمته. احنا مستنيين في تعديل في الحكومة، في تغيير جذري وموضوعي وكلي في البلد كلها. فينا احنا كمان حصل جوانا حاجة، في حالة من الخوف مع مختلطة من التفاؤل مع يعني عارف احنا حالة إعادة بناء دولة، فده لازم يكون قلق. والقلق مش معناه تشاؤم، معناه ان احنا بنقول بس ايه، ان شاء الله نعملها زي ما احنا بنتمنى، سواء الناس اللي نزلت التحرير او الناس اللي ما نزلتش. انا شايفه ان الاتنين اختلفوا على حب مصر. أحبها من كل روح ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي، وليس كل مؤمن بعزها يحبها، حبي مجال بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا، نحبها من روحنا ونبتديها بالعزيز الأكرم، من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا، عيشوا كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم، عيشوا كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم، بل الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا معنا النهارده من خلال كواليس مسلسل بنات شقية. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة وبرنامجكم بلاتو.